تشكيل منتخب مصر امام منتخب بلجيكا. طبعا منتخب مصر هيلعب اول مباراه قبل المنتخب البلجيكي في اول مباراه في كاس العالم. طبعا المباراه ان شاء الله هتبقى يوم 15 يونيو الجاي الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. وفي كلام اللي الكابتن حسام حسن عمل تشكيله اللي هي مصطفى شوبير في حراسه المرمى، أربعة في الدفاع أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأربعة خط وسط هيبقى تريزيجيه وحمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور. بس إمام عاشور هيلعب كصانع ألعاب بس في نص الملعب، هيزيد معاهم في نص الملعب وهيلعب كصانع ألعاب. طبعا قدامه هيبقى عمر مرموش ومحمد صلاح. طبعا التشكيله دي انا شايفها تشكيله كويسه جدا. طبعا التشكيله دي غير التشكيله اللي قابلنا بيها المنتخب البرازيلي. طبعا في وجود في نص الملعب حمدي فتحي في مباراه البرازيل كان بيلعب مساك، وطبعا حمدي فتحي لما بيلعب مساك ما بيبقاش حلو خالص، فدلوقتي هيلعب مع جنب مروان عطيه هيبقى محور ارتكاز، وده افضل كتير. طبعا وجودهم في نص الملعب هيقفل على دي بروين صانع العاب منتخب او مفتاح لعب منتخب بلجيكا طبعا. وفي نفس الوقت هيميل حمدي فتحي او هيميل مروان عطيه مع محمد هاني طبعا مع وجود دوكو. طبعا لاعب مانشستر سيتي لاعب حكايه، لازم حد منهم هيميل لهم، او لاعب من المدافعين كان محمد عبد المنعم يمين ناحيه جنب محمد هاني، عشان طبعا اللاعب ده دوكو هيلعب اغلبيته. هو طبعا في كلام اللي واتساب بس نزلوا قرار تاني اللي هو خلاص الاصابه ما فيش اصابه، ده حاجه عاديه كده، وبيعمل استعداد لمواجهه المنتخب المصري. ودوكو اغلبيته بيلعب المباراه 90 دقيقه غير المنتخب البرازيلي. احنا لو بصينا على ماتش المنتخب البرازيلي فينيسيوس لعب شوط واحد بس، هو لو ماتش رسمي فينيسيوس مش هيطلع من الملعب ورا رافينيا. اللعيبه الكبيره دي مش هيطلعهم من الملعب، ومطلعهم هيطلعهم اخر 5 دقائق اخر 10 دقائق، مش هيلعبوا شوط واحد. فهو دوكو في اللي هيبقى موجود ممكن طول المباراه، وهيبقى عبء كبير على محمد هاني. يبقى صعب محمد هاني يعرف يسد مع دوكو لوحده. وطبعا دوكو لاعب حكايه، فلازم يميل عليه لحمدي فتحي لمروان عطيه، او محمد عبد المنعم من ورا يمين مع محمد هاني عشان يقفلوا الجبهه بتاعه دوكو. طبعا بالنسبه لدي بروين مروان عطيه وحمدي فتحي في نص الملعب هيبقوا ارتكاز يقفلوا. لو قفلت نص الملعب واستحوذت على نص الملعب هتلعب خلاص، هتسيطر على المباراه. طبعا حسام حسن هيلعب على الهجمه المرتده. طبعا كابتن حسام حسن ما بيلعبش راس حربه صريح، وكله عارف بيعتمد على محمد صلاح، سرعه محمد صلاح وسرعه عمر مرموش في الهجوم. فطبعا في حاله الدفاع منتخب مصر هيرجع طبعا تريزيجيه وهيرجع امام عاشور، هتلاقي منتخب مصر بيلعب 4-4-2. طبعا عمر مرموش مش هيرجع ولا محمد صلاح هيرجع، فهيلعبوا على الهجمه المرتده طبعا مع السرعات مع محمد صلاح وعمر مرموش بالطريقه. طبعا منتخب بلجيكا اغلبيه لعبه بيلعب 4-2-3-1، بيلعب راس حربه صريح تحتهم وراه 3 لعيبه. فطبعا لازم يعني هو كده هيلعب يعتبر 5 لعيبه في نص الملعب، 5 لعيبه في نص الملعب. فلازم منتخب مصر هيسيطر على نص الملعب، عشان لو ما سيطرش على نص الملعب هيضيع مننا. طبعا حمدي فتحي انا شايفه افضل، وجوده افضل من مهند لاشين عنده بطء شويه في نص الملعب، في الوقت ده مش هينفع فيه بطء في المباراه دي. المباراه الرسميه غير المباراه الوديه بتاتا. ان كان مباراه البرازيل كان منتخب البرازيل ما بيلعبش خلي بالك بقوته، ومنتخب البرازيل غير نص اللعيبه. احنا غيرنا نص اللعيبه، بس منتخب البرازيل لو التشكيله الاساسيه او الرسميه هتلعب ممكن كان منتخب مصر شال كتير مباراه زي دي. يعني خروج فينيسيوس وخروج كذا لاعب في المنتخب البرازيلي خف الضغط على المنتخب المصري، والمباراه الرسميه غير المباراه الوديه خالص. فمنتخب بلجيكا قوي جدا. احنا فوزنا عليهم 4 مرات، هم فازوا علينا مره واحده بس. مباريات كاس العالم غير المباريات الوديه يا جماعه. لسه فايزين على المنتخب التونسي 5-0، المنتخب بلجيكا فايز على المنتخب التونسي 5-0. فاحنا لازم نخلي بالنا حمدي فتحي ومروان عطيه في نص الملعب ما يتقدموش، يفضلوا ارتكاز في نص الملعب ما يتحركوش. طبعا عندنا كفايه، عندنا امام عاشور وعندنا تريزيجيه وعندنا عمر مرموش وعندنا محمد صلاح في الهجوم افضل، اما هم يفضلوا ارتكاز علشان طبعا سرعه دوكو واحد منهم هيميل ناحيه محمد هاني عشان معاه، وفي نفس الوقت عشان دي بروين لو استلم كوره برده. انتوا عارفين دي بروين لاعب حكايه دلوقتي بيلعب في نابولي حكايه. دي بروين لازم نقفله، قفلنا نص الملعب خلاص ان شاء الله منتخب مصر ان شاء الله يفوز المباراه دي على قد ما قدرنا.
حظنا اللي احنا نفوز، ولو طلعنا بالتعادل كويس هيبقى قدامنا نيوزيلندا في مستواها برضو على قد، وايران ممكن مستواها زي مستوانا. بس ان شاء الله لو فزنا على بلجيكا او تعادلنا مع بلجيكا، انا بقول لك ان شاء الله اقل حاجه هنطلع احسن من احسن توالد. مش هقول لك تاني، انا بقول لك اقل حاجه هنوصل لاحسن توالد، نصعد نتاهل باول تاهل للمنتخب المصري، ولو فزنا هيبقى اول فوز للمنتخب المصري في كاس العالم. فيا رب يا رب يا رب يا رب منتخب مصر يفوز ويصعد ونفرح زي المنتخب المغربي اللي شرف بلده ووصل قبل كده اللي قبل النهائي في كاس العالم اللي فات. فان شاء الله منتخب مصر يعمل حاجه، وانا متفائل ان منتخب مصر يصعد للدور ال 16 وباذن الله ممكن يوصل لمرحله ما فيش حد يتوقعها باذن الله. وكل التوفيق لمنتخب مصر. لو لك تعليق على التشكيله ممكن تكتبه في التعليقات، ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناه وفعل الجرس ليوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.